الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل سمبوسك بورق الخس من مكونات بسيطة. اول حاجة عندنا هنا دي مية مغلية زي ما انتوا تشوفوها دلوقتي، حطينا فيها قشر ليمون وملح. تعصري عليها ليمون وملح، بدل ما عندكيش ليمون حطي خل عشان طبعا تعقم الورق بتاع الخس اللي كلنا بنعمله. بسم الله. نحطه بقى طبعا الورق الخس غسلينه غسله مره واتنين وتلاته، عشان شايفين بقى اول بلمس البخار، شايفين بدأ يدبل ازاي. تمام. مش هعمل طبعا الورق كله، هنعمل بس ايه يعني شويه منه كده تغليف. بسم الله. اهي دي الميه المغليه. نحضر هنا، هناخده مثلا الورق اللي هو العريض ده اهي. تمام اهو، عشان طبعا يدبل بسرعه ويدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. اهو يا جماعه ورق خاص اهو العريض ده عشان نعرف نتحكم فيه. تمام كده. زي ما قلت انا هعمل بس شويه صغيره كده، ولو احتجت بقوم بقى انا احضر من تاني. تمام اهي. طبعا انا بحاول الى حد ما انقي الطويل، يعني واخدين بالكم كده كفايه قوي. عقبال ما دول يخلصوا هشوف كده نحتاج ولا لا. اهي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. انا بنزلهم في الميه السخنه اللي هي فيها ملح زي ما قلت اهي، فيها قشر ليمون، يدبل خالص وبعدين نطلعه عشان ما يتهريش. شايفين كده لازم يدبل خالص عشان نعرف نتحكم فيه ونلفه. طبعا في ناس بتحشيه زي ايه، زي ورق الكرنب. انا النهارده هحشيه حشوه بسيطه جدا. شايفين اول بلمس الميه، شايفين ايه دبل خالص اهو. شايفين هطلعه كده اصفي. عايزه اوريكم ادي قشر الايه اللي خلاص اهو، عامله بس كميه صغيره. تعالوا بقى نشوفوا بقيه المكونات مع بعض. بصوا بقى المكونات بتاعتها بسيطه جدا، مش هنستعمل اي حاجه من بره. ازاي؟ امبارح انا كنت عامله صينيه بطاطس اهي. هنا البطاطس كانت طبعا في التلاجة بطاطستين 3 كانت في صينيه البطاطس اهي. لا اله الا الله وحده ولا شريك له. طبعا البطاطس كان عليها طماطم، كنت عامله عليها شرايح من الايه، من الجزر، فصلصه كان فيها كده عودين من الكرفس، ممكن تحطي بنجر. تمام، بديكم كل الاختيارات. ادي صينيه البطاطس بتاعتنا بالتغديله الجميله اللي هو قلنا بطاطس اهي وجزر. طبعا مظبطه بقى الملح بتاعها وفيها البهارات بتاعتها. اظن مفيش ابسط من كده. خلاص كده تمام. طيب ده بقايا اكل ده كان عباره عن زي ما انتم شايفين كده، كان رز صياديه او رز بالخلطه اهي. يعني رز اللي هو بتعملوه بيه بصل، تحمروا البصله حتى تحسوا ان هو لونه غامق اهو. شايفين كده. اظن نركن الرز على جنب اهو يا جماعه. رز بايت مع بطاطس، اظن مفيش ابسط من كده. شايفين الجمال. طبعا انا بس بقى ايه بدخل المكونات مع بعضها، البطاطس مع الرز اهو. جبنا مكونات من بره ولا اي حاجه. عايزه انت بقى تضيفي لانشون بسطرمه اهي. شايفين يا جماعه انا بس بضغط المكونات مع بعضها. ادي الحشوه. عايزه بقى تضيفي اي بهارات ضيفي. خلاص كده تمام. كده
كده الخليط بتاعنا بقى جاهز. بصوا يا جماعه، طبعا الكفر اللي بره هيعوز يتقلي فيها، ممكن تقليه بيض ولبن وبقسماط. طيب انا عندي هنا ادي البقسماط عندنا اهو، اهو او فتات الخبز يعني موجوده اهو. هي فتات خبز، لو عندك بقسماط اطحنيه، او تجيبي اللي هي كنتاكي اهي، تمام اهي، مقرمشات كنتاكي. طيب عايزين لو ما عندكش بيضه وعايزه تقللي حته البيضه دي، هتعملي ايه؟ هتضيفي حوالي مثلا 3 معالق من الدقيق، طبعا 3 4 على حسب يعني ما الكميه تاخد اهي. 3 معالق من الدقيق على معلقتين من النشا، دقيق ونشا، ادي معلقه دقيق ومعلقتين نشا. هنضيفوا عليهم شويه بهارات كده، كمون مطحون، فلفل اسمر مطحون، تضيفي اي بهارات بقى بطعم الامور اهي. مش عايزه تضيفي ما تضيفيش، لان الخلطه بتاعه الرز جميله. هضيف معلقه صغيره من فيجيتار، مش هنكتر يعني، يدي طعمه بس ليه فيجيتار او اي توابل عندك، تمام. الحاجات دي كلها هنقلبها بالسباتولا بشويه ميه. عايزه تضيفي لبن ضيفي، يعني بديكم اختيارات اهي. نضيف كده بقى بالتدريج، عايزينه ما نكترش ميه عشان عايزينه خليط يعني مش متماسك قوي، خليط وسط. هنفضل بقى نضيف الميه بالتدريج لحد ما الخليط يكون خليط اهي. عايزه بقى تضيفي بيضه زي ما قلت، ضيفي بيض ولبن، تمام اهي. طبعا عايزينه احنا خليط تقيل شويه عشان يمسك في الايه، في الكفر. شايفين او التقل بتاعه. بس لو احتاج هنزود الكميه، خلاص كده. اظن مفيش ابسط من المكونات دي، تمام. هنمسك بقى نسيب الكفر كده على جنب، نمسك الحشوه الجميله بتاعتنا دي، ناخد بقى بسم الله ادي، نحاول ناخد ورقه عريضه كده يعني عشان ايه اهي. بسم الله، دي ورقه طويله كده اهي، طولها اهي. زي ما قلت في ناس بيحشوها رز، لكن انا هحشيها المره دي بيحشوها رز، بس الرز اللي هو بتاع الخلطه، مش رز مستوي يعني. عايزه بقى انت تحشيها جبنه رومي، تحشيها لحمه مفرومه، تحشيها صدق، اي حاجه عندك حطيها، اي حشو. انا بقول يعني ان احنا من الاكل البايت قدرنا ان شاء الله نعمل خلطه حلوه. شايفين بقى ادي الحشوه بتاعتنا، ممكن بطاطس بس هنحاوله الى حد ما. الحشوه هتدخل كتير شويه، نضغط عليها كده ونخليها. عايزه تعملها رول اعمليه، عايزه تخليها سمبوسك ماشي، اللي هو الشكل المثلث. هنقفله بقى عليها كده باي طروف زياده اهي. هعمل واحده كمان معاكم، وادي السمبوسك بتبقى جاهزه، لان الموضوع بياخد وقت. طبعا انا هقوم اقليها في الزيت معاكم اهي. شايفين نركنها على جنب ونقول بسم الله ونعمل حاجه تانية. بالنسبه يا جماعه، في ناس بتستغل العروق دي، ما بترميهاش، بتعمل بيها ايه، بتتعامل معاها كانها زي الشبت او الكزبره او الحاجات دي، تمام. ادي اهي، نعمل واحده تانية. في ناس بيرموها، وفي ناس مع غلو الاسعار بيتعاملوا معاها زي ما قلت كانها شبت اهي. شايفين بتحشيها وتحاولي تخليها على شكل مثلث، تبقى تضغطي عليها مره من اليمين ومره من الشمال اهي. طبعا لو الورقه عندك
مقطوعه بتتفادي الحته دي بردك، وتدخلي الحتت مع بعض. هي اخر طرف اهو. طبعا عايزه تعملها رول ابسط يعني، ما بتعرفيش تعملي السمبوسك تمام. في المرحله دي بقى بصوا، عشان انا الفيديو هيطول انا هقعد اخلصهم. هنجيب ايه، هنجيب بقى احنا الخليط بتاعنا الجميل ده اهو اهو. هنغطس فيها السمبوسك. لو عندك بيض بقى تمام اهي، يمين وشمال كده اهي، وبعدين تنزلي الزياده وتروحي بقى ضغطه عليها في الايه، في البقسماط. شايفين، تضغطي عليها في كل الجوانب وكده بتبقى جاهزه عندنا ان هي تتقلي تمام. اعمل واحده تانية نفس الطريقه. ويستحسن كمان لو هتعملي بمعلقه عشان تتحكمي فيها، ما تعصيش ايدك. يعني مثلا تاخديها كده اهي، تنزلها في الخليط ده او في البيض لو عندك بيض زي ما قلت، نزلها في الخليط كده اهي اهو. تصفيها من الدقيق والنشا وتغلفيها بالكفر بتاعنا اللي احنا عاملينه. هخلص بقى الكميه دي ونقوم نقلي مع بعض في الزيت باي مقرمشات موجوده عندك تمام. اعمل صف كده وبعدين نقوم نقليها مع بعض.